السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هعمل لحضراتكم فيديو مختلف جدا، وجبة عشاء او وجبة غدا زي ما تحبوا. طعم حكاية ملوش حل، وكمان مقادير بسيطة جدا موجودة في كل بيت. شايفين شكلها كده يفتح النفس، والطعم بقى مش قادرة اقول لكم. تعالوا بينا نشوف الفيديو، الطريقة والمقادير. في طاسة على النار حطيت فيها شوية من الزيت، ومعايا كمان صدور من الفراخ انا مقطعاها في البيت وخليها مكعبات بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا بعد ما الزيت سخن كويس نزلت بالفراخ بتاعتي، ومش هقلبها خالص لغاية ما تاخد لون ابيض من تحت، اعرف ان هي استوت وابتدي اقلبها على الناحية التانية. بهز بس الصينية بتاعتي عشان اتأكد. شايفين اهي اخدت لون الابيض اللي بقول لحضراتكم عليه. ابتدي بقى اقلب الناحية التانية عشان تستوي براحتها وتاخد لون كويس. تقدروا تستخدموا طبعا صدرين من الفراخ او 3 حسب عدد الاسرة وزي ما انتوا حابين. انا كمان قطعتها مكعبات، تقدروا حضراتكم تقطعوها بشكل طولي زي ما تحبوا. تدي بقى ايدي فيها كده واقلبها كويس قوي عشان كل الاجزاء بتاعتها تستوي، وهي الفراخ من الحاجات اللي بتستوي بسرعة جدا وما بتاخدش وقت. هتبتدي تنزل ميتها وبتدي تشربها تاني. نزلت عليها بالبهارات بتاعتي اللي هي ملح وفلفل اسود، بهارات فراخ وبابريكا، مش اكتر من كده. ابتدي بقى اقلبها مع البهارات حلو قوي عشان تاخد من طعمها كويس. الريحة تجنن، هتعجبكم جدا باذن الله الوصفة دي. شايفين نزلت ميتها ازاي، وهتبتدي بقى تشرب المية بتاعتها حلو جدا. ابتدي بقى احمرها كده شويه واسيبها تاخد لون. بس قبل ما اعمل ده اروح منزله عندي فلفل الوان احمر واصفر وبصل مقطعاه مكعبات نفس تقطيعه الفراخ والفلفل. كمان تقدروا حضراتكم تحطوا فلفل رومي اخضر، وكمان تقدروا تحطوا فلفل حراق زي ما انتوا حابين ضيفوا. شايفين الشكل تحفه لوحده. اقلب كل الكلام ده مع بعضه وهسيبه بس دقيقه دقيقتين ياخدوا من طعم بعض. في الوقت ده اكون انا سلقت البطاطس زي ما حضراتكم شايفين وجهزتها. جهزت كمان معلقتين كبار من السمنه، هنزلهم على البطاطس وهي سخنه بالشكل ده عشان يبقى سهل عليا هرسها. وبالهرسه اليدوي بتاعه البطاطس وابتدي اهرس البطاطس بمنتهى السهوله. عايزه اقول لحضراتكم ان انا حطيت في ميه سليق البطاطس ملح بس، ما حطيتش لا خل ولا ليمون. اسهل طريقه ان احنا نهرس بيها البطاطس وهي سخنه جدا ولسه نازله من على النار. شايفين منتهى السهولة. البهارات بتاعتي بسيطة جدا وهي ملح وفلفل اسود وكمون، ودي انسب بهارات مع البطاطس المسلوقة. ابتدي اقلب كويس جدا عشان كله ياخد من طعم بعضه. تقدروا حضراتكم كمان تستبدلوا السمنة بمكعب كبير من الزبدة. المكعب ده بما يعادل يعني معلقتين سمنة. واقلب كويس جدا، بس ما انصحكوش ابدا تستخدموا الزيت. جبت الصينيه البايركس بتاعتي ومتدهنوهاش اي حاجه. البطاطس بتاعتي فيها سمنه وهي الماده الدهنيه دي كفايه. هاخد نص كميه البطاطس المهروسه بالشكل ده، واخلي النص التاني فوق بعد ما احط الحشو. وابتدي بقى اساوي القاعده بتاعتي الاولى بالشكل ده بظهر المعلقه الاول. تتفرد معايا بمنتهى السهوله لان هي مهروسه كويس. وبعدين بجيب بقى الاسباتيول بتاعتي وابتدي اساوي كويس جدا. مش عايزه اي فراغات، انا عايزه قاعده مستويه محترمه علشان لما اجي احط الحشوه مفيش حاجه تسقط في قاع الصينيه. شايفين ناعمه جدا وسهله وبسيطه. حلو قوي. بسوي من كل الاطراف. كمان الفراخ بتاعتي استوت، شايفين عامله ازاي تحفه، ريحتها لوحدها تجنن. انزل بقى كل الكميه بتاعتي. انا مستخدمه البطاطس هنا حوالي من كيلو وربع بطاطس. تقدروا حضراتكم كمان تستخدموا كيلو ونص زي ما انتوا حابين زودوا. انا بوري لحضراتكم اساس الوصفه، ولكن الكميه دي ترجع لكم جدا. ببتدي اضغط بظهر الاسباتيو زي ما حضراتكم شايفين، والخطوه دي مهمه علشان لما اجي احط الطبقه التانية تثبت معايا كويس. ما لاقيش قطع الفراخ ابتدت تطلع وانا بفرش الطبقه التانية من البطاطس.
ضغطة محترمة كده. شايفين اللون؟ الشكل لوحده كفاية. اخد بقى الطبقة التانية من البطاطس بتاعتي بالشكل ده. وطبعا هساوي بنفس الطريقة اللي عملناها في الديسك الاول من البطاطس. هي بتتفرد بمنتهى السهولة لوحدها لان هي مهروسة كويس، محطوط لها مادة دهنية كويسة فناعمة جدا. تمام. اساوي كويس، مش عايزة اي حاجة من قطع الفراخ او الحشوة يعني باينة، على قد ما اقدر كده اساوي. حاجة بقى جميلة وتحفة وتغيير عن المكرونة البشاميل وغيره، مفيدة جدا كمان للأطفال، فيها البروتين وفيها النشويات، مش هنحتاج أكتر من كده. هبتدي بقى أسوي حلو جدا. معايا هنا ميكس جبن، تقدروا تحطوا طبعا جبنة رومي أو جبنة موتزاريلا أو جبنة تشيدر زي ما انتوا عايزين. ده كيس كده بيتباع، هو ميكس جبن على بعضه. بجيبه وابتدي بقى أوزع حلو قوي عشان تديني لون حلو وكمان طعم أحلى. شايفين؟ كتروا أو قللوا زي ما انتوا حابين. خلاص دخلت الفرن على درجة حرارة 180، ما بتاخدش اكتر من ربع ساعة، وبتلاقوها بالشكل التحفة ده. بصوا عاملة ازاي، هي سخنة جدا، وعشان تشوفوها كمان من جوه بصوا تفتح النفس. يا رب الوصفة تكون عجبت حضراتكم وتجربوها لأولادكم. لو عجبتكم وصفتي اوعوا تنسوني لايك وشير. كنت معاكم انا مها جوهر، شكرا لكم، السلام عليكم.